ابن عم الشهيد مبروك. النهار هذايا اللي حصلت فيه الحادثة، يعني كنتوا تتوقعوا الشيء هذايا؟ الجبل كنتوا عندكم فكرة أنه منطقة غير آمنة؟ كانت عندنا فكرة. ساعة نحب نشكركم على الاستضافة ونشكر فريق نسمة ضامنوا معانا وتكفلوا بكل شيء. أما ما كناش نتوقعوه الشيء هذا، وكنا نتوقعوه. كيفاه؟ لأنه الجبل كنا نعرفوه في بالها تونس كاملة، نتصور خاطر صوروه وشافوا كل شيء، وجتنا تهديدات من الإرهاب. مبروك هذايا في رمضان جاء قابلوا الإرهاب في الجبل. يعني الشهيد يحكي لكم يقول لكم راه تقابل مع جماعة من قبل. نقول لك علاش ما بلغنيش نحن. ايوه. كان سارح في الجبل، كي هبط له واحد بكله سكاك، بكله متفجرات، بكله سلاح، تونسي شاب صغير، والباقي بقى يراقب من فوق، قرابة 20 شخص. والدولة كان عندها علم بأنه فما إرهاب في الجبل. هذا وقتاش نسيم؟ في رمضان. رمضان هذا أي. كانت عندها فكرة الدولة أنه ثم إرهاب في الجبل. قالوا له نعرفوكم تسكن ونعرفوا أهاليكم الكل، رانا معناها ماناش مستهدفين المواطن، مستهدفين الجيش والأمن بصفة عامة. ماناش مستهدفين المواطن. حبوا يشتروه في اللحظة هذيك، حبوا يشتروه، حبوا يطمنوه انه الجبل عندك عادي كتب له. قال لي لو كان نحبوا نسيطروا على الجبل رانا لغمناه من لطرف لطرف، من تغوت لعن جفير. رانا لغمناه اللي يطبوا، معناها كانوا ينجموا يعملوا هالعمليه، ما هما شنو الهدف نتاعهم؟ هذا في كلامهم مع الشهيد مبروك في رمضان الفارط. في رمضان الفارط هو نقل لكم الكلام هذا؟ اي نعم. علاش هما حكوا معاه الحديث هذا بالضبط؟ حبوا يشتروه، قادرين يشترونا نحن شباب المنطقة، اللي هو شباب مهمش، شباب أمي، شباب ما يعرفش حتى كيش يحكي، شباب بطال، شباب لا بطلت قراية عمري 16 سنة، بابا عمل عملي بسبب ظروف مادية، نعيشوا درجة فقر تحت الصفر، ممكن ثم 30 درجة تحت الصفر، فقر فقر فقر. ناكلوا في الحشيش، ناكلوا في الخرشف، وناكلوا في الخبازة. ليومي تغسل الخبازة وتطيب هيلي. أبسط الحاجات الماء نحن نجيبوا فيه من الجبل، نديموا الجبل فيه الإرهاب تو، منين باش نشرب؟ باش نموت سوا من العطش، سوا من الشر، سوا من الإرهاب. محطوط قدام أمر الواقع، منطقة كاملة قدام أمر الواقع، مستهدفين في أي وقت، ومزال نحن علاش ما خبرناش الجيش في رمضان؟ علاش ما خبرناش الحاكم في رمضان؟ لأننا خايفين. لو كان طلعت طيارة بالصدفة نهار اللي تشد مبروك في رمضان، لو كان طلعت طيارة بالصدفة من الجيش، مش لازمة باش يخبرها مبروك، الله يرحمه. كان طلعت طيارة بالصدفة كان يموت عرش سلاطين، يموت ليلتها. قالوا له تخبر، تطلع طيارة، نحسوا ثم حفلة حاكم في الجبل الليلة تموت. معناها هو مستهدف من قبل، مش مستهدف مستهدفين التو نحن. قد تعداد العرش عندكم السكان غاديك قداش؟ ثم قرابة 200 شخص 300 شخص، ممكن كل واحد يعيش في بلاصة. معناها الدولة شنو أول حاجة عندها علاقة بالدولة موجودة عندكم قريبة؟ مستوصف، مدرسة، شنو هو بالضبط؟ شنو هي مؤسسات الدولة؟ شنو هي المؤسسات اللي يرفرف عليها العالم غادي؟ أنا عمري 20 سنة، عمري ما ريت مسؤول طلع فهم دوار السلطنية، عمري ما ريت مسؤول طلع دار البعث، عمري ما ريت مسؤول. الوطنيين نعرف بطاقة التعريف، وطن 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 وطن، نعرف روحي كيف بطاقة تعريف وطنية. باش نسأل سؤال، ولو الواحد الانتخابات هذه شاركتوا فيها؟ ما ننتخبوش، لأنه لما يجينا ما نعرفش كيش ننتخب. أنا عمري شاب، عمري 20 سنة، ما نعرفش كيش ننتخب. لا نهار نادوا لي باش ننتخب، لا نهار قالوا لي يجي باش تنتخب، ولا نهار ريت مسؤول جاي قال لي نخبني. ما انتخبتش، وكلنا ما انتخبنيش. أبسط الحاجات، طريق ما عندناش طريق، تلسعوا عقرب يموت، تلسعوا عقرب يموت. أقرب مركز استشفائي وين؟ مستوصف حاجة وين؟ أقرب في عمادة أخرى في زغمار. تبعد قد إيه عصلتني؟ تبعد قرابة 10 كيلومتر ولا قد ايه. ما عندناش حتى طريق باش ما تطلعش لنا كراهه.
كي نسوقوا سوق اسبوعي نحن نهبطوا بعد على الدار قرابه 10 كيلومتر، شكرت السميد نروح بها على ظهري هنا ونروح للدار. باهي حاشاكم مش نقول كلمه، اللي عنده بهيم حاشاكم حاش من يسمع فيا، اللي عنده بهيم هانو عرضه وجاب قذيه واللي ما عندوش يروح بها على ظهر. نحن مرأة تزيد معناها تجيب صغير تجيب صغير. فما اللي تموت، فما اللي تموت ما عنديش باش تخلص، ما عنديش باش تخلص باش تجيبك الصغير في كرش. فما الصغير اللي يموت من حمل البيض اللي تحمل فيها على ظهره، يمشي يجيب بدون ماء باش يشرب. انا دوله نتبعه نحن، اللي ما كنتش نسمع بها تونس والجزائر ومغرب. ممكن وليت نفرق اللي تونس والجزائر ومغرب من اللي عمري 16 سنه بطلت القرايه. علاش بطلت؟ خرجني بويا باش نمشي نخدم.